تخيل دولة في آسيا سهلة، آمنة، ومناسبة جدا لأول مرة تسافر الشرق، فيها مدن حديثة، طبيعة استوائية، جزر، شلالات، وأكل من أحسن مطابخ آسيا، ومن غير تعقيد لغة أو ثقافة. الدولة دي هي ماليزيا، وفي حلقة النهاردة من لو حبيت أسافر هلففك في ماليزيا من غير لخبطة. فين تروح؟ تعمل إيه؟ وأهم حاجة، التكلفة بالأرقام وخط سير يخليك تستمتع بأقصى استفادة. ماليزيا فين؟ وليه مناسبة قوي للسفر؟ ماليزيا موجودة في جنوب شرق آسيا، بين تايلاند وإندونيسيا، وعلى طرق سفر عالمية. مساحتها كبيرة نسبياً، 330,803 كيلومترات مربعة، وعدد سكانها حوالي 33 مليون نسمة. العاصمة كوالالمبور، اللغة الرسمية الماليزية، لكن الإنجليزي ممتاز جدا في كل مكان. ليه ماليزيا اختيار ذكي؟ لأنها آمنة، نظيفة، مواصلاتها ممتازة، مناسبة للمسافرين الجدد، أسعارها معقولة، ومليانة تنوع، مدن وطبيعة وجزر وثقافات. نبذة ثقافية سريعة: ماليزيا مجتمع متنوع، ماليزيين، صينيين، هنود، وده ظاهر فيه الأكل، الأعياد، الشوارع والأسواق. البلد مسلمة بالأغلبية، فهتحس براحة كبيرة كمسافر عربي. أفضل وقت تسافر ماليزيا: ماليزيا استوائية، يعني الجو دافي طول السنة. أفضل وقت: يونيو إلى سبتمبر، ديسمبر إلى فبراير. الأمطار موجودة، بس غالباً خفيفة ومش طول اليوم. واحد، كوالالمبور، البداية الذكية. كوالالمبور مدينة حديثة جدا، لكن مش مملة. تعمل إيه في كوالالمبور؟ برجي بتروناس، أيقونة المدينة، ومنظر ليلي يخطف، كهوف باتو، سلم ملون، وتمثال ضخم، وتجربة ثقافية مختلفة. بوكيت بنتانغ، تسوق، مطاعم، كافيهات، وحياة ليلية. تشاينا تاون وليتل إنديا، تنوع ثقافي وأكل شارع ممتاز. كوالالمبور، 3 إلى 4 أيام ممتازين. بينانج، عاصمة الأكل وروح ماليزيا. بينانج من أكتر المدن اللي بتفاجئ أي مسافر يروح ماليزيا. مدينة صغيرة نسبياً، بس مليانة روح، تاريخ، وأكل عالمي. الجزء الأشهر فيها هو جورج تاون، منطقة قديمة مسجلة ضمن التراث العالمي لليونسكو. تعمل إيه في بينانج؟ تتمشى في جورج تاون، شوارع ملونة، جرافيتي، بيوت قديمة، وكافيهات. تجربة ستريت فود: بينانج مشهورة عالمياً بالأكل، من نودلز وأكلات بحر وأكلات صينية وهندية وماليزية. زيارة المعابد: تنوع ثقافي واضح في مسافة صغيرة. قاعدة كافيهات، جو هادي ومريح مقارنة بكوالالمبور. ليه بينانج مميزة؟ لأنها أفضل مكان للأكل في ماليزيا، سهلة التمشية، تاريخية بس مش مملة، أسعارها معقولة، ومناسبة لأي مسافر يحب المدن اللي ليها شخصية. تقعد في بينانج قد إيه؟ يومين كفاية لو وقتك قليل، 3 أيام لو عايز تستمتع بالأكل والتمشية. 3 مرتفعات جنتينغ، الجبال والهواء، منطقة جبلية قريبة من كوالالمبور. تعمل إيه؟ تلفريك، جو أبرد، مناظر، كافيهات، ترفيه. يوم واحد كفاية. 4، جزر لينكاوي، البحر والاستجمام. لو عايز بحر، لينكاوي اختيار ممتاز. تعملي إيه؟ شواطئ، سنوركلينج، رحلات قوارب، غروب شمس، استجمام. الجزيرة، أهدى من تايلاند ومناسبة للاسترخاء. لينكاوي، 3 إلى 4 أيام تختم بيهم الرحلة. 5، مرتفعات كاميرون، الشاي والضباب والهدوء. لو حاسس إن ماليزيا كلها مدن وزحمة وجزر، مرتفعات كاميرون هتفاجئك تماماً. دي منطقة جبلية في قلب ماليزيا، ارتفاعها عالي نسبياً، والجو فيها أبرد ومنعش مقارنة بباقي البلد. هنا هتحس إنك في عالم تاني. ضباب، مزارع شاي، طبيعة خضرة وهدوء. ليه مرتفعات كاميرون مميزة؟ لأنها مختلفة تماماً عن كوالالمبور وبينانج. جوها لطيف طول السنة، مناسبة للراحة النفسية، ممتازة للتصوير، وتكلفتها معقولة. مكان مثالي تكسر به إيقاع الرحلة بين مدينة وجزيرة. تعمل إيه في مرتفعات كاميرون؟ مزارع الشاي، أشهر حاجة في المنطقة، مزارع شاي ممتدة على الجبال، مناظر خضراً على مد العين، وقعدات شاي بإطلالات طبيعية. التجربة هنا بسيطة بس مريحة جدا للأعصاب. مزارع الفراولة، المنطقة مشهورة بالفراولة، تدخل المزرعة، تقطف بإيدك، تجربة لطيفة وخفيفة. الطبيعة والمشي فيه،
مسارات مشي، شلالات صغيرة، غابات، مش مغامرة صعبة، لكن تمشية هادية في طبيعة جميلة. من 2 ل3 أيام مناسبين جدا. تجارب لازم تعملها في ماليزيا: سكاي فيو في كوالالمبور، أكل شارع في بينانغ، تلفريك جنتينغ، شواطئ لينكاوي، أسواق ليلية. تكلفة السفر لماليزيا بالدولار: الإقامة هوستيل من 10 إلى 20 دولارا، فندق اقتصادي من 25 إلى 50 دولارا، فندق متوسط من 60 إلى 100 دولار. الأكل ستريت فود من 2 إلى 4 دولارات، مطعم متوسط من 6 إلى 12 دولارا، قهوة من 2 إلى 4 دولارات. المواصلات: مواصلات عامة ممتازة، متوسط يومي من 5 إلى 10 دولارات. الأنشطة: معالم، أسعار رمزية، جزر وقوارب من 20 إلى 40 دولارا. ميزانية اليوم: اقتصادي من 30 إلى 45 دولارا، متوسط من 50 إلى 80 دولارا، رفاهية 100 دولار أو أكثر. خط سير مقترح من 10 إلى 14 يوما، يوم 1 إلى 4. كوالالمبور يوم 5 إلى 7، بينانج يوم 8، جنتينغ يوم 9 إلى 13، لينكاوي يوم 14. تسوق وعودة. نصائح مهمة قبل السفر: احترم التنوع الثقافي، خلي معاك مظلة، جرب الأكل، متقلقش من اللغة. الخلاصة: ماليزيا سهلة، آمنة، متنوعة ومناسبة لأي مسافر. اختيار ممتاز لأول رحلة آسيا للعائلات، للأزواج وللسفريات الرخيصة. اكتب لي في التعليقات تحب نكمل بأنهي دولة؟ وما تنساش تعمل سبسكرايب عشان لو حبيت أسافر مكملة.